لو انتي عاملة دايت بقى ونفسك في حاجة تشبعك عشان مش هتاكلي عيش وهتخليكي تستغني عن العيش، هنعمل النهاردة وصفة لذيذة جدا وغنية بالبروتين وغنية بالفيتامينز وفيها معادن كتيرة. طبعا ما فيهاش كربوهيدرات خالص، ما فيش عيش، ما فيش شوفان، ما فيش دقيق، ما فيش نشا. طعمها جميل جدا وخطيرة، تنفع فطار وتنفع عشاء، وممكن تخسي عليها على فكرة كتير لو انتي واظبتي عليها ومنعتي العيش خالص. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هستخدمها هي فلفل الوان، هاخد نص فلفلاية احمر ونص فلفلاية اصفر وهبشرهم. بشر يكون متوسط زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بجهز عندي الكوسة، برضو ممكن نقشرها او ما نقشرهاش. البطاطساية بغسلها، بطاطساية متوسطة بغسلها واقشرها وببشرها برضو، والكوسة برضو ببشرها. الخضار ده هيقضي على 2 بيضة. هبتدي بقى كمان اعصر عندي هنا الخضار، انزله من اي مية موجودة فيه كده. هجيب عندي البيضتين، هحط ملح والفلفل، مش هحط بهارات كتيرة، ملح وفلفل بس، وهضربهم كويس مضرب يدوي او شوكة. بعد كده ممكن هضيف جبنة موتزاريلا اختياري. انا ضفت هنا حوالي معلقة بس من الجبنة الموتزاريلا، ولازم الجبنة الموتزاريلا تكون طبيعية، بلاش اللي هي الصناعية او النباتية. هنا عندي الخضار حطيت له معلقة من السمنة صغيرة وشوحته كده على النار، وبعد كده حطيته في البيض. بعد كده بحط عندي هنا بقى طاسة كبيرة شوية عشان هفرد عندي الخليط، وهبتدي دقيقتين يستوي، وبعدين هقلبه على الوش التاني. ودي الطريقة برضو سهلة في القلب، بحطه في الغطا كده وبعدين هقلبه، وبحط لازم شياطة برضو علشان ما تتحرقش عندي، ويبقى لونه يكون ذهبي كده. طالعة جميلة جدا وطعمها خطير ومشبعة، مش محتاجة ان انتي تاكلي معاها عيش خالص، وتنفع بقى فطار تنفع عشاء، جميلة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.